السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم الذكاء الاصطناعي اليوم تحليله وتوقعاته للمواجهة المرتقبة بين منتخب الجزائر ومنتخب سويسرا في دور ال 32 في كأس العالم 2026 في مباراة تجمع بين مدرستين مختلفتين تماما في كرة القدم. لكن قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. حسب نماذج الذكاء الاصطناعي تبدو المباراة متقاربة للغاية مع أفضلية طفيفة للمنتخب السويسري على الورق، إلا أن فرص الجزائر في تحقيق المفاجأة تبدو أكبر مما يتوقعه كثير من المتابعين، خاصة بعد المستوى الذي قدمه محاربو الصحراء في نهاية دور المجموعات. ويشير تحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن المنتخب الجزائري يدخل هذه المباراة بثقة متزايدة بعدما نجح في استعادة توازنه خلال البطولة، وأثبت أنه قادر على التطور من مباراة إلى أخرى. في المباراة الأخيرة ظهر المنتخب أكثر تنظيما من الناحية الدفاعية وأكثر خطورة عندما اتاح له المساحات للهجوم، وما قد يؤكد مفتاح الفوز أمام سويسرا. أما المنتخب السويسري فيواصل تقديم أسلوبه المعروف منذ سنوات، منتخب منظم للغاية يجيد إغلاق المساحات ويحافظ على توازن خطوطه طوال المباراة، ويعتمد على الانضباط الجماعي أكثر من اعتماده على المهارات الفردية، ونادرا ما يمنح منافسيه فرصا سهلة. لكن الذكاء الاصطناعي يرى أن المواجهة قد تتحول إلى صراع بين عاملين مختلفين. من جهة تمتلك سويسرا التنظيم والانضباط والخبرة في إدارة مباريات خروج المغلوب، ومن جهة أخرى تمتلك الجزائر المهارة الفردية وسرعة التحولات الهجومية والقدرة على صناعة الفارق من لقطة واحدة. وبحسب التحليل فإن هذه النقطة قد تكون العامل الأكثر تأثيرا في المباراة، فعندما تصبح المساحات ضيقة قد يحتاج الفريق إلى لاعب قادر على تجاوز منافسه بمراوغة أو تسديدة بعيدة أو تمريرة حاسمة، وهي عناصر تتوافر لدى المنتخب الجزائري بصورة أكبر. مع انطلاق المباراة تتوقع محاكاة الذكاء الاصطناعي بداية حذرة من الطرفين. سويسرا تحاول فرض إيقاعها المعتاد عبر الاستحواذ المنظم والتمريرات القصيرة، أما الجزائر فتركز على الانضباط الدفاعي مع انتظار اللحظة المناسبة للانطلاق بسرعة نحو مرمى المنافس. وخلال أول نصف ساعة تبدو الفرص محدودة، سويسرا تستحوذ أكثر لكنها تجد صعوبة في اختراق الدفاع الجزائري. وفي المقابل كل هجمة مرتدة للجزائر تحمل معها قدرا من الخطورة بفضل سرعة لاعبيها وقدرتهم على استغلال المساحات. ومع نهاية الشوط الأول يرى الذكاء الاصطناعي أن التعادل السلبي يبقى النتيجة الأقرب في ظل النجاح الدفاعي للفريقين. وفي الشوط الثاني تبدأ المباراة في الانفتاح تدريجيا، كلما تقدمت سويسرا إلى الأمام ازدادت المساحات التي تبحث عنها الجزائر. وهنا أتوقع الذكاء الاصطناعي أن تظهر إحدى أهم نقاط قوة محاربي الصحراء: هجمة مرتدة سريعة أو كرة ثابتة أو مهارة فردية قد تكون كافية لتغيير مجرى اللقاء. لكن في المقابل يحذر التحليل من أن أي خطأ في التمركز أو فقدان الكرة في مناطق خطيرة قد يمنح سويسرا الفرصة لفرض سيطرتها، لأنها من المنتخبات التي تجيد استغلال التفاصيل الصغيرة. ويؤكد الذكاء الاصطناعي أن الهدف الأول سيكون مفتاح المباراة. إذا سجلت الجزائر أولا فإن فرصها في التأهل سترتفع بشكل كبير، لأن سويسرا ستضطر إلى فتح خطوطها والسيناريو الذي يناسب أسلوب اللعب الجزائري. أما إذا تقدمت سويسرا فتصبح المهمة أكثر صعوبة، لأنها من المنتخبات التي تعرف كيف تحافظ على تقدمها حتى صافرة النهائي. وبحسب توقعات الذكاء الاصطناعي تبلغ احتمالات المباراة فوز سويسرا 36%، التعادل الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح 33%، فوز الجزائر 31%. ورغم أن الأرقام تمنح سويسرا أفضلية بسيطة فإن الفارق بين المنتخبين محدود للغاية. ويؤكد التحليل أن الجزائر تمتلك فرصة حقيقية لبلوغ دور الستاشر إذا نجحت في فرض أسلوبها واستغلال سرعتها في التحولات الهجومية. أما النتيجة الأكثر ترجيحًا حسب المحاكاة فهي فوز سويسرا بهدف دون مقابل، بينما يبقى فوز الجزائر بهدفين ومقابل هدف هو أقوى السيناريوهات البديلة إذا نجح محاربو الصحراء في استثمار الفرص التي ستتاح لهم. وفي النهاية تبقى هذه مجرد توقعات مبنية على البيانات والإحصائيات وأساليب اللعب، أما الحقيقة الوحيدة فستكتب على أرض الملعب. فلينجح المنتخب الجزائري في تجاوز الانضباط السويسري ويواصل رحلته في كأس العالم.